بداية، التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، ويجب على الطبيب أن يبذل قصارى جهده والعناية الصادقة بالمريض حتى يشفى من مرضه. والخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن السلوك الطبيعي والمألوف، ومعيار خطأ الطبيب هو ما يقدمه الطبيب يقظ من زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله، مع التقيد ومراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بها. طبعا صور الخطأ متعددة، ونقدر نحطها في 3 أقسام: الإهمال، الرعونة، وعدم الاحتراز. الإهمال أعطيك مثال عليه، أنه يقوم مثلا يجري عملية جراحية دون التأكد من الفحوصات، أو إن لم يقم بالفحوصات اللازمة عليه، ويؤدي إلى ضرر على المريض. ممكن كذلك في عندك الرعونة، وكأن يقوم الطبيب بعمل عملية جراحية في الفخذ الأيمن، بينما هي كان المفترض أن يقوم بها في الفخذ الأيسر مثلا، دون تدقيق على التقارير الطبية أو الفحوصات اللي شملت هذا المريض، مما يؤدي به إلى حالة مرضية أو ضرر. كذلك عندك عدم الاحتراز، كأن يجازف الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض رغم أنها لم تكن ضرورية، أو كان بإمكانه أن يتخذ إجراء آخر أقل وطأة أو أخف على المريض من النتائج اللي قد ممكن أن تحصل من قيامه بعملية جراحية كبيرة. شوف، هو يتم مساءلة الطبيب عن أي خطأ يرتكبه ولو كان بسيطا أو يسيرا، طالما تسبب هذا الخطأ في ضرر على المريض. هذا من الأسئلة اللي دائما إحنا كمحامين ورجال قانون نحاول نبحث عن إجابة فيها، بس إجابتها واضحة، أنه في هل يساءل جنائيا ومدنيا سواء كان طبيب أو المستشفى؟ نعم، يجوز مساءلة الطبيب جنائيا عن الخطأ الذي يرتكبه بحق المريض، ويجوز مساءلته مدنيا أيضا، والمسؤولية الجنائية تتعلق بمعاقبة الطبيب جنائيا، أما المسؤولية المدنية تتعلق بحق المريض بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللي تعرض لها. كذلك تسأل المستشفى أيضا جنائيا ومدنيا عن أي خطأ قام به طبيب تابع لها. شوف، يحق للمريض في حالة اكتشافه لخطأ طبي وقع عليه اختيار الطريق الجنائي بتقديم شكوى للنيابة العامة، شكوى جنائية للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج، وكذلك ضد المستشفى، أو اللجوء للطريق المدني برفع دعوى مدنية تعويض ضد الطبيب بالمستشفى، وتقوم النيابة أو المحكمة المدنية بندب فريق من الأطباء يبحثون حالة المريض ويفحصون التقارير الخاصة به، وكذلك ملفه المرضي، ومن ثم تقرر وتحدد نوع الضرر الذي وقع على المريض. وعلى العموم يجب على المريض أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة المدنية بحسب طبعا الأحوال الدليل على كافة الأضرار اللي تعرض الحاصلة له واللي تعرض لها من تقارير طبية، سواء كان في داخل البلاد أو في خارجها. إذا كان ما قام بعلاج نفسه وعلى نفقته الخاصة يقدم الإيصالات الخاصة اللي تكلف فيها للعلاج، وأي أضرار مادية أخرى. الخطأ مثلا في التشخيص، هاي خذها كمثال. وصول الطبيب لتشخيص المرض في الوقت المناسب قد يكون الفرق بين الحياة والموت بالنسبة للمريض. والخطأ في التشخيص قد ينتج عن عدم قيام الطبيب بفحص معين مثلا، أو عن عدم دراية بالمرض والأعراض اللي تصاحبه، وهو ما يعد إهمالا يعرضه للمساءلة الجنائية. التشخيص ترى جدا مهم في هالموضوع. خذ على سبيل المثال من الأمثلة، عندك إعطاء وصفة طبية خطأ.
في بعض الأحيان يكون لدى المريض حساسية من علاج معين أو مثلا مادة معينة، ويقوم الطبيب بصرف هذه المادة له، مما يتسبب له أضرار جسيمة على المريض، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لعدم اطلاع الطبيب المعالج على التقارير الطبية السابقة وعلى ملف الملف الطبي للمريض، اللي ممكن قد يعاني من بعض من الحساسية من أنواع معينة من العلاجات. وهذا يعتبر طبعا عدم احتراز من الطبيب يعرضه للمساءلة. خذ كذلك بعد من الأمثلة اللي هو خطأ الطبيب أثناء العمليات الجراحية، مثل أنه ينسى مثلا الطبيب أو الجراح أدوات طبية داخل بطن المريض، وهذه حالات أنا يعني مرت علي من قبل، داخل بطن المريض بعد العملية يتم نسيانها من الفريق الطبي أو من الطبيب المعالج، وهذا الشيء طبعا يحصل كثيرا في المستشفيات. أو أن يقوم الطبيب مثلا بقلة احتراز منه من إصابة عضو من الأعضاء، جرح عضو من الأعضاء، هو مثلا يحاول مثلا يقطب جرح مثلا، أو يعني يقوم بعلاج داخلي أثناء الجراحة للمريض، وهذه طبعا ممكن تسبب نزيف وضرر جسيم على المريض، وهذا يعتبر إهمال يساءل عنه الطبيب. كذلك من الأشياء الثانية اللي هي عدم قيام الطبيب ببعض الفحوصات واتباع بروتوكولات طبية قبل إجراء الجراحات. في بروتوكولات طبية وفي إجراءات لازم يتخذها الطبيب، ولا يعتبر مهمل. إهمال إجراء التحاليل مثلا الطبية اللازمة قبل إجراء العملية ينتج عنه آثار خطيرة. المرضى يعانون من ارتفاع السكري، يعانون مثلا من سيولة في الدم. ممكن أنت مثلا تفحص أنه والله يطلع فيه مثلا ما اكتشفت أنه فيه سيولة دم، وتعرضه لعملية جراحية ما يوقف الدم، وممكن يعرض المريض لخطورة كبيرة أو لضرر كبير وآثار كارثية. وإهمال الطبيب في مثل هالحالة كذلك يعرضه للمساءلة القانونية. كذلك في الخطأ في تحديد وقت العملية، قد تكون هناك حالة مرضية تستدعي الانتظار وعدم الإجراء العملية الجراحية في هذا الوقت، ومع ذلك يقوم الطبيب بعمل هذه العملية، مما يتسبب في بعض الأحيان في أضرار كارثية للمريض. كأن كذلك يقوم مثلا طبيب التجميل بإجراء جراحة تجميلية لسيدة مثلا قامت بوضع صغيرها من وقت قريب، هذا كذلك قد يسبب نوع من الميكروبات أو أضرار جسيمة على المريضة، وبالتالي يكون مسؤول الطبيب عن ذلك. طبعا هو ما راح يعفيهم. كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب أو العاملين فيها يعد باطلا ولا يعتد به. يعني هذه الورقة ما لها أي قيمة قانونية.